السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم سعيد. الشيخ مدثر هذا رجل طالب علم هو وحافظ لكتاب الله ومدرس في المسجد النبوي. هو رجل سوداني ولكنه مولود في المدينة المنورة، مولود حتى الآن المنطقة اللي مولود فيها هي داخل المسجد النبوي، يسموها حارة الأغوات كانوا يسموها. على كل حال، هذا الرجل جاني في رمضان الماضي وكان عنده هذا الورم وكان شكله سبحان الله جدا ملفت. تعرفوا أنتم أحيانا الأورام أو الأمراض بالعموم ترى يكون لها في نوعين من الأمراض. في أمراض تسبب يعني ألم جسدي، وفي أمراض تسبب ألم نفسي، وفي أمراض تسبب الاثنين. فالمشكلة اللي عند الشيخ مدثر هي من نوعين: ألم الجسدي وضغط على العين وكذا، ولكن الألم النفسي أنتوا تتخيلوا لما أحد يشوفه بالطريقة هذه يعني كيف الأثر النفسي. الناس كلها تفكر بالعين، وأنا أقول الرجل هذا كيف يسجد؟ يعني تخيلوا أنه محروم من السجود من سنوات. على كل حال، فلما جاني في رمضان الماضي كانت العين أصغر، يعني حتى الورم كان أصغر يمكن ثلث هذا الورم. فقلت له أسوي لك العملية وكذا، فالرجل هرب. وما ألومه حقيقة لأنه راح لكثير من الجراحين، وأنا حتى أنا يعني أنا منهم. يعني صراحة الورم يخوف يعني. بس أنا سبحان الله أحيانا أنا رجل عاطفي، يعني ما أفكر بالعواقب، دائما أقول أتوكل على الله سبحانه وتعالى، واللي كيف ما تيجي تيجي. لكن الحمد لله. فهو خاف وهرب. المرة هذه لما جاني المرة الأخرى وشفت قديش كبر الورم، قلت له ما راح تهرب مني، راح أسوي لك العملية. قال لي دكتور ما عندي. قلت له أجيب لك المبلغ، أجيب لك مبلغ العملية تسويها يعني تسويها. وفعلا والله حتى كلمت واحد من الشباب كان جاي من المدينة، محامي جزاه الله خير، محامي فيصل الرشيدي. قلت له، وهو طبعا أخذ الرقم، فاتصلت عليه قلت له فيصل ما يرد عليه الرجال. قال لي حجيب لك إياه يوم الاثنين أنا بسيارتي وأجيبه عشان يسوي العملية. ومن توفيق الله سبحانه. طبعا انا قبل العمليه كل فكري العين دي ما عندي امل انها ترجع. اصلا كنت متوقع العين كلها ورم. لو تشوفوا العين من قريب، العين هذه ما يمكن انه تفكر انها ترجع له ابدا. يعني انا متخيل انه كنت حشيل العين، وحتى اخذت منه توقيع انه حشيل له عينه، والجلد هذا عمليات تجميل وترقيع. لكن سبحان الله، شوفوا، احفظ الله يحفظك. هذه العين التي يا كم نظرت للقرآن الكريم، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يضيعها ولا يضيع صاحبها. العين هذه مو بس انه الحمد لله استطعنا نحافظ عليها، لا، وتبصر كمان. ما تتخيلوا تبصر. حوريكم المقطع الجاي هذا وحتشوفوا كيف. فهي ليست مهارة جراح، هي ليست هي توفيق كبير من الله. لكن أنا أرى أن الله سبحانه وتعالى صاحب المنة لما يختارك ربي عز وجل يرسل لك رجل مثل هذا حافظ لكتاب الله، لكي تحافظ له على جزء من بصيرته، البصر آسف، من بصره اللي أبصر فيه القرآن. ترى ربي عز وجل امتن عليك، ترى لست. وأنا لذلك أقول لمدثر، أقول له ترى الله عز وجل امتن علي أنه أرسلك لي. أنا ما لي فضل، الفضل والمنة لله سبحانه وتعالى، أنه أرسلك لي عشان أسوي لك العملية هذه لعلها تكون شفيع لي أمام الله سبحانه وتعالى. فأبشركم للي يسأل عنه، ترى أموره ممتازة. وأظن بإذن الله سبحانه وتعالى أنه عينه ستعود مثل الأول وأحسن. طبعا ما أخبركم عن شكله كيف تغير تماما. حتى كانت عنده أخته قبل شوية بنتها قاعد تبكي لما يعني قاعد أقول لها كيف خالك، فقاعد تبكي ما هي متخيلة يعني أنتوا. لكن الفضل والمنة لله. والله إنه هذه السعادة اللي في قلبي والله. شوفوا، أنا في ليلة فضيلة إنها تعدل عندي سعادتي بكل ما أملك، لا سيارات ولا كل هذه تفاهات الدنيا. والله إنه لو خيرت بينه وبين إنه ترجع عين الرجل هذا، إني لا أختار أنها ترجع عينه لو فقدت كل ما أملك. ليش؟ لأنه هذا ما يبقى، هذه السعادة اللي ما قدرت أحصلها في أي شيء من متع الدنيا. شيخ مدثر الآن طبعا الحمد لله عينه تقريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا حطينا النور على عين الشيخ مدثر ويشوف النور بفضل الله سبحانه وتعالى. Don't come too close. Yes. يشوف النور ما شاء الله تبارك الله. Can you give me your mobile? Yes. Give me your mobile. Put it open the light of the mobile. Open the light of the mobile. أيوة. بشرك يا دكتور والله شايف النور اللي هنا حاليا. شوف النور هذا يغمض العين هذه. أيوة. هذا تشوفوا اللايت؟ ما شاء الله، معناته العين تشوف فيها الحمد لله. الحمد لله. ممتاز بإذن الله، بإذن الواحد الأحد إن شاء الله ترجع عينك ممتازة، وهذه تسوى لها تجميل وخلاص وتروح وتصير إن شاء الله. طيب يا دكتور. ما يبغى لك إلا العروسة شيخ مدثر. ها؟ الله يرحمه. الله يحفظك. يلا زي ما وعدتني حجينا يا دكتور. أجيك لو تتزوج في الخرطوم أجيك. لا